ما تقوله وتصرح به الحكومة الاتحادية لا يعنينا. nama khuseeyo waxa ay leedahay dowladda federaal Somaliland waa dowlad madax bannaanayd 28 sannadood waana meel xasiloon oo ay dimuqraadiyadi ka jirto. mashruucayagu waxa uu helay ogolaanshaha baarlamaanka Somaliland. ma awoodi karto xukuumadda federaalka ahi inay wax bedesho aan ahayn hadallo ay jeediyaan oo aanan anagu joojin karin. hawshu way noo socotaa. mashruucana xilka naga saaran waanu ilaalinaynaa annaga iyo kuwa aanu nahay shuraakada ee Somaliland iyo Ethiopia. Djibouti maxkamadda aanu dacwoonay waa isla maxkamaddii ay naga soo dacweeyeen. go'aanka maxkamadda ayaa soo saaraysa. waxa aanu filaynaa in naloo xukumo. fulinta go'aanka maxkamadda waxaa jiraya ganaax iyo magdhow la xidhiidha sumcaddayada iyo qaabka aan habboonayn ee ay noola dhaqmeen. run ahaantii iyagu heshiiska qura may burin balse xoog bay kula wareegeen dekedda annaga oo leh qayb ka mid a. waanu ka xunnahay waxa ay tallaabadaasi si weyn u dhaawacaysaa Djibouti iyo dowladaha Afrika. annaga wax weyni namay soo gaarin. warkan oo laga baahiyay warbaahinta Imaaraadka waxa af Soomaali u tarjumay Cabdimalik Sheekh Muuse Ordon. وفي القرن الإفريقي الحكومة الاتحادية الصومالية لا تستطيع تغيير أي شيء بخصوص اتفاقنا الثلاثي الأخير حول ميناء بربرة في أرض الصومال. هذا ما أكده سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية خلال مقابلة خاصة مع مركز الأخبار. أما بخصوص التطورات الأخيرة في جيبوتي فقد توقع بن سليم أن يكون حكم المحكمة في لندن لصالح موانئ دبي العالمية لأنها ليست القضية الأولى مع جيبوتي. طبعا ما تقوله وتصرح به الحكومة الاتحادية لا يعنينا. وحكومة أرض الصومال دولة صار لها مستقلة 28 سنة ومستتب فيها الأمر وتمارس الديمقراطية. ومشروعنا هذا حظى بموافقة البرلمان في صوميلاند. ولا تستطيع أصلا الحكومة الاتحادية أن تغير شيء على أرض الواقع إلا مجرد تصريحات هم لا نستطيع أن نوقفها. أما على أرض الواقع احنا مستمرين وملتزمين بهذا المشروع. وأيضا شركائنا من حكومة صوميلاند وأيضا شركائنا الإثيوبيين. القرار من المحكمة طبعا اللي نحن التجأنا للتحكيم هي نفس المحكمة اللي اشتكوا علينا سابقا فيها. قرار بيصدر منهم طبعا ونحن نتوقع يكون في صالحنا. في النهاية طبعا تنفيذ القرار نحن طالبين غرامات وتعويض معنوي، تعويض على سمعتنا، تعويض على الإجراء التعسفي اللي قاموا. بالواقع هم لم يلغوا، هم استولوا بالقوة على ميناء نحن نملك جزء منه. وهذا للأسف بيضر جيبوتي، بيضر الدول الأفريقية بشكل كبير. نحن ماليا ما تأثرنا إلا قليل، يعني بالنسبة للميناء دخله ما يعني الكثير. ولكن أعتقد أن أفريقيا بشكل عام ستعاني مما عملته جيبوتي، لأن بيظل الاستثمار خطر